الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم مدام هويدا من مطبخ حبيبة ماما هويدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة. أنا كان عندي في التلاجة لفة جلاش. بقالها مدة طبعا. ففكرنا طبعا في السقعة دي ان احنا ناكل حاجة حلوة، فطلعتها وقلت اعملها لكم ايه حاجة حلوة بسيطة كده وخفيفة وسريعة. اول حاجة لازم نجهزها هو الشربات. الشربات دوت عبارة عن كوباية ونص من السكر وكوباية من المية، وبنسيبهم يغلوا. طبعا بتعملي الكمية اللي انت عايزاها، كوباية سكر كوباية مية زي ما انت عايزة. المهم ان بنعمل الشربات بيكون جاهز. طبعا على النار معايا نص كيلو من اللبن. سبته كده يغلي، يعني هو ابتدى يغلي معايا. كنت جهزت انا طبعا 3 معالق من النشا، دوبتهم في نص كوباية من المية وحطيتها بسرعة وقعدت اقلب. طبعا وطيت النار شوية طبعا لغاية ما يبتدي القوام يتقل معايا. زي ما انتوا شايفين. طبعا انا موطيه النار وهيبتدي النشا كده قوام يتقل معايا قوام اللبن. طبعا دي المهلبيه اللي هنحشي بيها ايه ورق الجلاش. زي ما انتوا شايفين انا ببتدي اقلب كده شويه وبعدين هحط عليها كيس من الفانيليا. طبعا لما بتبتدي تعمل معانا الفقاقيع دي يبقى هي كده خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه. طبعا لما هسيبها تبرد هتتقل معايا. كده هنبتدي نطفي عليها ونحط لها بقى قطعه من الزبده وكيس من الفانيليا. انا هنا طفيت عليها بس هي خلاص بتبتدي تفول معايا. واحط طبعا الفانيليا. خلاص كده هي جاهزت معايا وهسيبها تبرد. طبعا انا عندي هنا دي صينيه، انا بطنتها بالزبده او السمنه زي ما انتوا عايزين. وهبتدي طبعا ارص فيها الجلاش. طبعا الجلاش زي ما قلت لكم بقاله وقت معايا في الفريزر. طلعته فك شويه كده. طبعا انا يعني الجلاش عشان بقاله وقت في الفريزر فبيتقطع مني، طبعا مش سهل ان انا افرده، بس طبعا مش هرميه. هعمله برضه صينيه جلاش زي ما انتوا شايفين. بحاول اطلع القطع اللي هي متماسكه منه بحطها كده. وطبعا اللي اتقطع مني هحطه في النص. طبعا بحطه بقنصاص بحطه يعني. وطبعا بسيب منه اطراف من بره. يعني انتي ممكن تقصيه على قد الصينية وتحطيه، انما انا طبعا عشان هو مش طازة كان في الفريزر. بحطه كده قنصاص وارمي يعني منه جزء بره. اللي هو هدخله على زي ما انتوا شايفين كده. حاولت اوريكم يعني الشكل. طبعا بتحاولوا بقى انتوا بالنظر كده. تحطوا طبعا ايه اجزاء فوق اجزاء كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا معايا هنا سمنه انا مسيحاها. وبحاول بالفرشه، طبعا ما بتحطيش سمنه كتير، كل طبقتين كده. بحاول ان انا احط ايه بالفرشه. طبعا دي القطعه اللي اتقطعت مني من الاطراف. طبعا مش هرميها برضو زي ما قلت لكم، بحطها في النص مش هتبان خالص. وهحط عليها طبعا الطبقات. طبعا اي حاجه طبعا لو عندك جلاش في الفريزر ما نتخلصش منه، لا هنستفاد منه برضو. وهنعمل منه صينيه جلاش بالمهلبيه جميله جدا. طبعا انتي تقدري تحشيه بقى مكسرات، تقدري تحشيه مهلبيه، تقدري تحشيه كاستر. اي حاجه عندك. طبعا انا ما كانش عندي كاستر فعملت المهلبيه. طبعا بالمهلبيه بيبقى جميل جدا. بيبقى كده طعمه عامل زي الفطيره اللي بتشتريها من عند الحلواني. يعني هو انت لما بتيجي تاكليها بتديكي طعم الفطيره اللي بتاكليها عند الحلواني. او اللي هي فطيره السكر المحشيه كاستر. او البقلاوه. هنا طبعا انا اهو ابتديت احط عليه المهلبيه اللي انا عملتها. طبعا هي ما اتمسكتش معايا قوي لان انا حطيتها وهي سخنه. بس طبعا انتوا تقدروا تسيبوها لغايه ما تبرد وتحطوها. انا طبعا كنت مستعجله. هنا انا حطيت الاطراف اللي كانت بره كده على الجلاش عشان ابتدي احط الطبقه التانية. حطيتها على المهلبيه زي ما انتم شايفين. وطبعا كل ما بحط طبقه بحط عليها ايه السمنه اللي انا مسيحاها. طبعا كلكم عارفين طبعا او معظمكم. هنا دي لفة تانية معايا. هسيبها طبعا اعمل بيها مرة تانية. انا حبيت اوريكم ان انا كنت حاطة اللفتين يعني في التلاجة جايز احتاجها. ما احتجتهاش طبعا. وطبعا غطيت الوش بكام طبقة كده. واخر طبقة حاولت ادخلها بقى من تحت الفطيرة على جوه. طبعا اللقطة دي ما جاتش معلش بعتذر. وبعدين بحط عليها بقى سمنة كده. طبعا بالفرشة. طبعا انا عشان المهلبيه استعجلت عليها وطريه. هقطعها يعني ايه بالعافيه. طبعا انا قطعتها كده مثلثات زي ما انتم شايفين. وبعدين حطيت عليها طبقه السمنه اللي فاضله.
هنا لما طبعا دخلتها الفرن وخدت اللون الجميل دوت. كان الشربات برد، فابتديت احطه على الوش كده. زي ما انتوا شايفين بحاول ان انا اخليها كلها تتشرب من الشربات اللي انا عملته، ولونها كده ذهبي وجميل. وانا مقطعاها مثلثات. طبعا مش هطلعها من الصينيه إلا لما تبرد. يعني انا كده مقطعاها جاهزه، بس اول ما تبرد هعيد على القطع اللي انا عملته واطلعها طبعا مثلثات في الاطباق. وطبعا كان طعمها جميل جدا بصراحه. حاجه حلوه وسريعه وما كلفتنيش، وحاجه عندي في التلاجة طبعا كانت هتبوظ. حبايب قلبي، اتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك، ولايك وشير لكل حبايبكم، وشكرا لحضراتكم.